القرب والبعد عن اليتيم أو من اليتيم. لكن نحن زي ما افتتحنا، نحن والله بنقول للأيتام أبشروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما. الواحد يعني الأيتام دي طبعا عندهم شيئان: شيء داخلي يؤرقهم وهو فقد الأب داخل البيت. في كل لحظة يتذكر الإنسان أباه، كل لحظة، كل مناسبة، كل يعني شيء في حياتهم، لحظة تمر في حياتهم شيء يتحرك في الداخل. من الذي يسكن هذا الداخل؟ المسلمون الذين حول اليتيم. المسلمين حول اليتيم هم الذين، طيب يا جماعة، في مفهوم إنه الأيتام دي بعض المرات والله في ناس عندهم قسوة عجيبة جدا وعدم رحمة في بيت يتيم. مثلا نحن طبعا كمسلمين بنجتهد في رمضان والمواسم وكذا، بيعطف على اليتيم وكذا. طيب في ناس يجي يقول لك والله الناس دي عندهم كثير، نحن ما أي واحد يديهم، نحن ما ندي لناس ثانيين. أنا أوريك كلامنا الأخير: اليتيم ده لو قاعد على جبل من ذهب هو يتيم. العبارة دي خذوها. إذا كان اليتيم يعني ربه، يعني أبوهم خلى له ورثة يغنيه، لا من أولاده برضو يتيم. إذا نستشف من هذا إنه نحن نعطف على اليتيم ونكون قريبين من اليتيم ليس بالرعاية فحسب، والله في التربية دي نحن منوطين إنه قبل ما نربي وقبل ما نرعى أو نراعي أبنائنا لابد أن نتجه ونلتفت إلى الأيتام حيثما وجدوا. وبعد ذلك الناس القريبين كافلين الأيتام يعمل حسابه من حتة اسمها قهر. في بعض المرات أنا بحسبهم زي أولادي، قاعد أكلهم، ألبسهم، أشربهم، أغريهم، أعالجهم. طيب أحيانا أنا أكون عندي لفظ ما كويس، والله اللعنة دي أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا إنه المسلم ما يكون لعان ولا فحاش، ما يطلع من لسانه كلمة كعبة. أحيانا أنا ألحق باليتيم عبارة لربما أكسر به خاطره، وكان الأقدر أن أجبر بخاطر اليتيم. فمن جبر خاطر اليتيم أجبر الله خاطره في الدنيا والآخرة. هم الناس اللي بيكسروا خاطر اليتيم، يا أخي اليتيم ده بيلعب، بيقوم يطلب عبارة: يا أخي نال أبوك، يا أخي ده البنات كله في السنين الفاتت بتتهدم بهذه العبارة لأن قلبه ينكسر. طيب في قهر اليتيم، من قهر اليتيم تعدي حدود الله، أو في قهر اليتيم تعدي لحدود الله. كيف الكلام؟ الله نزل في كتابه في القرآن آية: وأما اليتيم فلا تقهر، حد من حدود الله أمرنا الله سبحانه وتعالى. فمن تعدى حدود الله وقهر يتيما مش كأنه هو تعدى حد من حدود الله. والله في الآية في الكتاب في آية ثانية قال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. خطر اليتيم ده، خطر يا جماعة. تعالوا يا جماعة، في ناس بياكلوا مال اليتيم، في ناس بياكلوا مال اليتيم. يؤتمن أحد الخارج في أن يكونون أمناء لهذا المال. الأيتام دي ما صغار، فنحن بندفع لهم أو بنديهم المال لما يصلوا الرشد، يعني لما يبقوا عاقلين كده، ما قصة دور مراهقة أو البلوغ، لا، لما يصلوا الرشد الكامل، لما نحس فيهم إنهم بيبقوا عاقلين هيقدر يسيروا المال ويحافظوا عليه، بعد كده نحن بندي المال ده لليتيم. طيب في ناس
بيمدوا يدينهم في مال اليتيم. والله في فرق بين إني أنا أمد يدي في مال غيري من دون الأيتام، وفي فرق بين إني أنا أمد يدي في مال اليتيم. صعب، مال اليتيم ده صعب خلاص. الذين الله قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. خطر خلاص. عشان كده نعمل حسابنا في مال اليتيم. والله الواحد لما يكون عنده مال مؤتمن عليه في غير مال اليتيم، قد يكون الشيطان لم يلعب إلا بنسبة 50%، عشان أنا عمل يدي في المال ده. لكن إذا بقى مال يتيم الشيطان بيجي يلعب عشان تميد يدك، وانت مال واقف فوق منهم، ما انت بدل أبوهم، ما انت ظروفك ذات طين. عشان كده يا أخينا تاكل وتعمل وتسوي وتصرف مال زي ما انت عايز. ده جاهز لما يمشي يوم القيامة. قال الذين يأكلون أموال اليتامى في الدنيا، يأكلون أموال اليتامى، قال ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوفوا الآية دي ذاتها محتاجة لوقفة. يعني أنا باكل مال اليتيم ده يوم القيامة حيجي ينزل وبال على بطنه، إنما يأكلون في بطونهم قاشمة ما مال نار. سيستبدل تلكم الليل الشيء اللي أنا أخذته المال دي في بطني سيوقد نارا وسيصلون سعيرا. عشان كده مال اليتيم الواحد يعني يكون بعيد منه. طيب الذي يدع اليتيم، والآية دي احنا حافظينها مش كده؟ يدع اليتيم، ما معنى يدع اليتيم؟ يدفع اليتيم. ده فيه شيئان، اللي هو الحته بتاعت الدفع الفعلي. أدفر والكجري أولادنا ما بيقبلوا، أولاد الأحياء ما بيقبل إنه الواحد يجي يدفره. كان دفرته هنا في الجبهة، كان دفرته كده من ظهر، ده واحد. اثنين القهر به أو اللي دفعه بيشنو بالقول. العبارات تخلي اليتيم يصل لمرحلة. لماذا نهانا الله تبارك وتعالى ألا ندع اليتيم؟ لماذا؟